38 metros. Figo no llegó a lanzarlo. سيبك بقى من اللي في ايدك وركز معايا دقيقتين. شايف البوصه اللي على الشعار دي والدمعتين اللي نازلين في كادر وديع وحزين؟ اهي البوصه دي يا صاحبي ثمنها بالورقه والقلم حوالي 20 مليون يورو. والمصحف زي ما بقول لك كده، البوصه دي مش حبا في الكيان، ده بند في العقد اسمه مكافاه الولاء. يعني اللعيب يبوس الشعار علشان الشعار هيدخل له ملايين في حسابه البنكي كمان كام اسبوع، لمجرد ان هو ما يتمردش على النادي ويمشي ببلاش. وهنا بقى يجي السؤال الصادم اللي محتاجين نفوق له: هي الكوره فعلا لسه فيها وفاء وانتماء للتيشيرت زي ما هما بيحاولوا يصدروا لنا، ولا احنا بقينا عايشين في مسرحيه هزليه كبيره ابطالها بيمثلوا علينا التأثير واحنا الجمهور بندفع الثمن من صحتنا واعصابنا؟ ومن عند البوسه والدمعتين مقدمه الحلقه تخلص لحد هنا، وخلينا ندخل في الموضوع على طول. تعال نشرح المسرحيه اللي انت بتشوفها كل صيف لما نجم كبير يقرر يمشي من ناديه. السيناريو مكتوب ومحفوظ بالمسطره وكله بيتحرك فيه زي العرايس. انا عايزك تعرف ان الناس دي ما بتمشيش بالبركه، دول ماشيين بكتالوج محفوظ بالمسطره اسمه دليلك الشامل لازاي تستعبط الجمهور وتعمل عليه لقطه بخطوتين. ورقه وقلم يا سيدي واكتب ورايا. الخطوه الاولى: المؤتمر الصحفي الوداعي، اللاعب يقعد، الكاميرات متجهزه ومتوجهه، ويجيبوا له منديل مخصوص عشان دموعه اللي نازله رغبه منه في البقاء، بس يعمل ايه؟ الظروف المحيطه بيه اقوى منه. الخطوه الثانيه: رسالة الوداع. يفتح الانستجرام ورسالته بتبدأ: إلى جماهير النادي العظيم، قسما بالله هتوحشوني بس حان وقت تحدي جديد. طب بعد ما الهبل ده بيخلص ايه اللي بيحصل في الغرف المغلقة والمكاتب المتكيفة؟ اللي بيحصل كالآتي: الوكيل قاعد مع إدارة النادي الجديد بيلعبوا بالبيضة والحجر. الكلام كله بيكون عبارة عن: زود لي الراتب السنوي 3 مليون، عايزين عمولة توقيع 15 مليون، عايزين عمولة توقيع للاعب معرفش بكام مليون، وحط لي نسبة من بيع التيشيرتات وحقوق الصور. كفايه هو من سايب. يعني من النهايه كده، من جوه الكاميرا دموع حزينه ومسرحيه رخيصه، وجوه المكاتب المغلقه آلات حاسبه بتعد وملايين بتضاف للبنك. والاعلام الرياضي بتاعنا يا عيني ما بيصدق يمسك في اللقطه ويعمل منها مسرحيه وقضيه راي عام، ويقعدوا يحللوا في حزن اللاعب ونبل اخلاقه، وهم اول ناس عارفين انها سبوبه وريتش مش اكتر. وسيبك بقى من التلفزيون وانزل معايا على صفحات السوشيال ميديا، هتلاقي صفحات السوشيال ميديا والانفلونسر ما صدقوا يلاقوا جنازه يشبعوا فيها لط. تفتح الفيسبوك او التيك توك تلاقي الدنيا غرقانه ريلزات حزينه وفيديوهات متقطعه سلو موشن للاعب وهو بيعيط، وتلاقي الادمن حاطط لك موسيقى حزينه على صوره اللاعب بالابيض والاسود. تفتح الكومنتات تلاقي الجماهير بتقطع نفسها على رحيل اللاعب وبيكتبوا معلقات شعر في حب اللاعب اللي هو اصلا بايعهم عشان الفلوس. وبالمناسبه الصفحات دي ولا بيهمها رحيل اللاعب ولا النادي، الصفحات دي فاهمه اللعبه صح وعارفه ان الفيديوهات الحزينه دي هي اللي بتضرب مشاهدات في السماء، والشير واللايكات بيكونوا للركب وبيجيبوا ارباح خياليه. وفي الاخر هتلاقي الادمن قاعد بيعد ارباحه من الفيديوهات واللاعب بيعد ملايينه في البنك، وانت يا عيني قاعد لسه زعلان على رحيله. بص يا سيدي، تعال نفكك الكليشيهات اللي بيضحكوا بقى عليك. لما تسمع كلمه مكافاه الولاء فدي في حد ذاتها اكبر نكته في تاريخ الكره الحديثه. يعني ايه اصلا مكافاه الولاء في لغه البيزنس؟ يعني اللاعب ياخد ملايين فوق مرتبه الخيالي لمجرد ان هو هيلتزم بالعقد بتاعه وما يتمردش على النادي عشان يمشي في يناير ويستنى لحد الصيف. يعني حرفيا بياخد مكافاه علشان يعمل اللي المفروض يعمله اصلا. اما كلمه انتماء بقى فدي بقت لفظ قديم. الكلمه المسيطره دلوقتي في عالم البيزنس هي كلمه البيزنس المستدام. اللاعب دلوقتي عباره عن شركه استثماريه متحركه، ليه مدير تسويقي ومحامي ومستشار مالي، وكل دول شغلهم الشاغل انهم يطلعوا اكبر كميه من خزينه النادي. وبالتالي منك انت كمشجع وزبون بيشتري من النادي، بيشتري منه تذاكر، بيشتري منه تيشيرتات، ولو حتى ما بتشتريش فانت بتتفرج. يعني بيجي من وراك حقوق بس ورعايه. يعني من النهايه كده هيطلعوا من وراك فلوس، يعني هيطلعوا. فما تجيش انت بقى تتقمص دور المحامي وتتحمق قوي لاي لاعب مهما كان، لانه من الاخر اللاعب ده مش شايفك وما يعرفش اساسا ان انت عايش معانا على الكوكب. فوق يا موهوم يا ابن الموهومه. طب ليه السيستم ده لسه مستمر؟ وليه الاعلام الكروي او زي ما احنا بنحب نسميهم بتجار الوهم بيحبوا دايما يصوروا لك اللعيبه دي كانهم في مكان عظيمه وانهم شهداء في حب الكيان؟ الاجابه المبسطه هي علشان يبيعوا لك اللقطه وياكلوا عيش على قفاك. لو الاعلام طلع قال لك الحقيقه ان الماتش ده او الصفقه دي مجرد صراع استثماري بين شركتين، انت مش هتتحمق للنادي، مش هتتعصب، مش هتحرق دمك عشان النادي، مش هتقعد قدام الشاشه بالساعات تستنى المحللين يحللوا الماتش، وبالتالي هم مش هيجيبوا ريتش ولا يعملوا ارباح. هم دايما محتاجين يخلقوا صراع درامي، سواء الصراع ده بقى بين البطل الوافي في مواجهه الاداره الظالمه او الخاين الغدار اللي باع شعار النادي. مع ان الحقيقه ان ممكن اللاعب اللي بياخد اللقطه ويبوس الشعار ويقعد يعيط ممكن يكون ما بيقدمش اي اضافه في الملعب اصلا ووجوده زي قلته. وفي الناحيه الثانيه ممكن تلاقي لاعب مهم فعلا للمنظومه وبيقدم اللي عليه وزياده، بس للاسف ما بيعرفش يمثل. وللاسف الشديد احنا كجمهور بنجري ورا المظاهر وبس، ونحب اللاعب اللي يدينا على قفانا ويستعبطنا. من الاخر الزيتونه اللي انا عايزك تخرج بيها من حلقه النهارده وتفهمها كويس وتبروزها في دماغك ان الكره لعبه ممتعه. حب ناديك، شجعه بكل شغف، افرح مع المكسب وازعل مع الخساره، ده حقك الطبيعي كمشجع. بس اوعى في يوم من الايام تسيب حد
حد يغسل دماغك ويبيع لك الاونطه وتنسى انك في النهايه مجرد زبون وبس. اللاعب اللي بيعيط النهارده عشان هيمشي من النادي بكره هيلبس شعار نادي جديد، وانت اللي هتفضل دمك محروق وضغطك عالي على رحيل اللاعب اللي ارجع واقولها لك تاني هو مش شايفك اصلا. فبالله عليك ما تخليش حد يبيع لك الاونطه، وخليك فهمان كويس ان دي مجرد لعبه استثماريه وبس. وبما اننا فتحنا الصندوق الاسود بتاع دموع اللعيبه، عايزك تنزل تحت في الكومنتات وتقول لي مين اكتر لاعب حسيت ان دموعه دموع تماسيح، ومين اللاعب اللي انت لسه شايفه بجد وافل الكيان. ولو عجبتك الحلقه فانت خلاص عرفت السكه، لايك وشير وسبسكرايب وتابعنا على الفيس، لان هنبدا ننزل شغل تقيل في الايام الجايه، وصدقني هيفوتك كتير لو ما تابعتنيش. ويلا سلام.